السلام عليكم الإخوة الأخوات، كي دايرين؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال كما كنقول ديما يا ربي. فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله معنا. اليوم غنشارك معكم واحد الكيش اللي هو بسيط ودايما أنا كنقول لكم أنا مع البساطة اللي ما كنحتاجوش ليه العجين المورق ولا كنشريو ليه دوك لي باد. غادي نديروا ليه العجين السحري ديالو. المهم نبداو على بركه الله. كنحتاجوا هنايا لواحد جوج بطاطات. انا درت جوج بطاطات كبار مقطعين على هذا الشكل هذا، وعندي جوج فليفلات هنا حتى هما مقطعين على هذا الشكل هذا، وعندي شويه ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج. المهم اللي ما بغاش يدير الدجاج يدير الطون ولا يدير كاشير، مهم كتبقى لك الاختيار. الفكره كاينه ولكن الاختيار كيبقى لك لكل سيده. عندي هنا الزيتون مقطع، هادو بالنسبه للحشو. والعجين نحتاجو ليه واحد الكاس كبير ديال الطحين الرطب، وكاس كبير ديال الحليب، واحد جوج بيضات، معلقه ديال القزبر ومعدنوس ومليحه، والقزبر مليحه وعفوا والبزار باش غادي نصحوا الذوق ونقريو هاد البطاطا والفلفله. وخلاص الزيت باش غادي نخدمو. نبداو على بركه الله في الطريقه. من بعد ما سخنا الزيت الاخوان صافي كنديرو البطيطه، كنزيدو عليها الملحه صافي والبزار. المهم الملحه والبزار راه كيبقاو على حساب الذوق صافي، وكنخليوها الدقريه. بهذه الطريقه غادي نديروها الفلفله وغنديروها للدجاج. المهم هانتوما معنا في المراحل حتى نكملوا كاملين كلشي ونتلاقاو. الاخوان هانتوما من بعد ما البطاطا شحرتها في الزيت ومليحه والبزار، ها هي. وكذلك نفس الطريقه درتها للفلفله ودرتها للدجاج كذلك. صافي دابا غندوزو للمقادير ديال العجينه ديالها. ندوزو على بركه الله. درنا دوك جوج بيضات، غنديرو معاهم واحد شويه د البزار، شويه د الملحه صافي، ونخلطوهم مزيان حتى نخلطوهم، ونزيدو عليهم داك الحليب والطحين. ونسيت الاخوات ما قلت لكمش واحد الخماره. هاد الخماره غنديرها هنا ان شاء الله. نبلوله نسيت ما قلتهاش لكم، هذاك الشيء علاش نقولوا الواحد يتبع الفيديو من الاول حتى الاخر، باش الا نسينا شي حاجه في وسط الوصفه كنكملوها. مهم كنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنزيدو هذاك الكويس ديال الحليب. صافي نزيدو هذاك الكويس ديال الطحين، نزيدو عليه الخماره. انا عندي غير ديال العبار، غندير واحد المعلقه. صافي وكنخلطو كلشي.
صافي ونزيدو عليها داك القزبر. وها هي الخليط ديالنا هو واجد، العجينه ديالنا هي واجده. صافي دابا كندوزو القالب ديال اللي فاش غنديرو ديال الكيش. ها هو كنشدوه كندهنوه بالزيت ولا الزبده وكنرشوه بالطحين صافي، وكنبداو نعمرو فيهم. هنا كنبداو الاخوان كديروا البطاطا هي الاولى كما شفتوا انايا خدامه درت البطاطا صافي، وكنديروا الفلفله عاوتاني شويه د الفلفله، كل حاجه كنديروا منها شويه صافي حتى كنكملوا. صافي بعد ما عمرنا كما شفتوا كلشي هذوك بطاطا والفلفله والدجاج والزيتون، المهم كنبداو نخويو. هذا هو الكيش ديالنا الاخوان منين خرجته من الفران من بعد ما طاب. كما قلت لكم دخلته للفران يكون شويه سخون، كتخليوه على درجه الحراره ديال 180 صافي حتى كياخذ حقه في الطياب صافي، وكتجبدوه. الا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوناش في التعاليق وفي الاشتراكات كما كنقول ديما، اشتراكاتكم كيفرحونا. والى هنا كنقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.